تنحل هالمشكلة. أروح إلى غازي وأسأل نفس السؤال: ما هي طبيعة المشكلة التي اضطر مورينيو للخروج علنا للحديث عن خيبة أمل مما حدث مع ملاك نادي روما، وكيف سيمكن حلها خلال الأيام المتبقية من سوق الانتقالات؟ تبقى 3 أسابيع تقريبا. بالفعل فريق روما الآن في ورطة كبيرة مع عدم وصول بشكل خاص مهاجم على مستوى كبير لتعويض الغياب المطول لتامي أبراهام. فريق روما معروف أنه يعاني منذ سنوات من مشاكل مادية. الإدارة الأمريكية ورثت ديون كبيرة، ورثت مشاكل أيضا كبيرة على صعيد اللعب المالي النظيف مع الاتحاد الأوروبي. الفريق دفع غرامة 5 ملايين، وممكن أن يدفع غرامة أكبر في حال لم يصل للمستوى المطلوب من قبل الاتحاد الأوروبي مع حلول موسم 2026-2027، وبالتالي فريق روما غير قادر على الانفاق في السوق. الفريق نعم اشترى 3 لاعبين، نتحدث عن عوار، انديكا وكريستنسن، ولكن جميعهم وصلوا بصفقات مجانية أو على سبيل الإعارة. الإدارة حاولت البحث عن مهاجم ليصل على سبيل الإعارة، سواء سكاماكا من ويست هام أو حتى اللاعب موراتا من فريق أتلتيكو مدريد، ولكن لم تنجح أي منها. لذلك مورينيو عبر بشكل واضح عن غضبه من تأخر وصول مهاجم لفريق روما مع حلول انطلاق الموسم بعد حوالي 10 أيام. محمد، الفريق سيلعب أمام سالرنيتانا في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي. جميل. نعود إلى فابيو ليكاري من لا جازيتا. فابيو، ربما هذه ليست المرة الأولى التي يلمح فيها مورينيو إلى عدم تلبية رغباته في سوق الانتقالات، على الرغم من السوق الذي الصيفي السابق في الموسم الماضي كانت هناك الكثير من التعاقدات الجيدة بالنسبة له، حتى أن مورينيو تحدث عنها في مقابلة أخيرة، قال بأنه ارتاح بعد بداية 1 أغسطس لعدم إمكانية تفعيل بند فسخ عقد ديبالا. لكن الفريق بحاجة إلى التدعيم أكثر. ما هي الصفقات التي تسعى خلفها إدارة روما حاليا؟ المشكلة كان هناك اتفاق لإدارة الفريق ويبدو أنه لا زالت المشكلة موجودة في عند فابيو. يعني مجرد ما تتحل المشكلة هذه إن شاء الله حنرجع له ونواصل مع غازي. يعني قبل أيام من انطلاق الدوري غازي، وقبل أيام من مشاركة مهمة جدا لروما في هذا الموسم، في هذه النسخة. في الموسم الماضي حقق روما جزء كبير جدا من ما كان يسعى إليه، لعب نهائي أوروبي، وأيضا بات قريبا من المقاعد الأوروبية، وبالتالي لديه فرصة كبيرة جدا للتحسن هذا الموسم. هل القائمة الموجودة لدى مورينيو تساعده؟ أعتقد أن فريق روما يملك مجموعة من اللاعبين قادر من خلالها على التأهل على الأقل لبطولة دوري أبطال أوروبا. حتى في الموسم الماضي فريق روما كان بإمكانه التأهل لبطولة دوري الأبطال مع العقوبة التي لحقت بفريق يوفنتوس، ولكن الفريق أضاع الكثير من النقاط السهلة بالتركيز على بطولة واحدة والمقامرة على بطولة اليوروبا ليج، وبالنهاية فشل بالفوز ببطولة اليوروبا ليج. بس هذا يؤكد كلام مورينيو أنه ما عنده سكواد يكفي. صحيح موجود فقط تقريبا 8 إلى 9 لاعبين بشكل ممتاز، أما لاعبي الدكة فكلهم ليسوا بمستوى الفريق الأول. ولكن هناك في الفريق الأول مجموعة من اللاعبين المميزين. نتحدث عن الحارس باتريسيو، حارس برتغالي مخضرم. في خط الدفاع هناك سمولينج ومانشيني. موجود في خط الوسط اللاعب ماتيتش. موجود بيليغريني أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإيطالي إلى جانب كريستانتي. وفي الهجوم ديبالا كان بشكل مميز في الموسم الماضي. نعم روما مطالب بتدعيمات إضافية ليستطيع اللعب على مختلف الجبهات في الموسم الماضي، ومحاولة بشكل أساسي التأهل لبطولة دوري الأبطال. لماذا التأهل مهم؟
لأنه سيساعد فريق روما ليس فقط على الصعيد الرياضي ولكن أيضا على الصعيد المادي بالمداخيل الكبيرة التي يدرها دوري الأبطال في خزائن فريق العاصمة. جميل. دعنا ننتقل إلى محور آخر غازي، وهو محور المشكلات المالية والتقارير المالية المفاجئة اللي ظهرت. بالنسبة لي أنا كنت متفاجئ منها. هل كانت منتظرة في إيطاليا؟ حقيقة كانت نوعا ما مفاجئة هذه التقارير، لأن بشكل عام عجلة الكرة الإيطالية بعد جائحة كورونا بدأت تتحسن تدريجيا. حتى على صعيد الحضور الجماهيري في الموسم الماضي كان هناك أرقام قياسية على صعيد الحضور الجماهيري والمداخيل التي حظيت بها الفرق من هذه المداخيل، سواء إنتر أو ميلان أو حتى روما الذي باع تقريبا التذاكر في جميع مبارياته البيتية في الموسم الماضي. ولكن مشكلة الكرة الإيطالية على الصعيد الاقتصادي أعمق وأكبر بكثير من موضوع الحضور الجماهيري أو مداخيل هذه الأندية، لأنك كما تعلم محمد الأندية لا تملك الأندية الملاعب الخاصة بها، وبالتالي المداخيل تكون محدودة، تكون فقط في يوم المباريات، أيضا مع الصعوبات الكبيرة التي تعيشها إيطاليا كبلد بشكل عام وليس فقط على صعيد كرة القدم. تراجع أيضا مداخيل حقوق البث التلفزيوني. كل هذه العوامل أثرت على الأندية وساهمت بشكل كبير في تراجع المداخيل. هذه المداخيل فابيو الكبيرة التي خسرتها الأندية الإيطالية، كيف سيكون بإمكانهم تعويضها في الفترة المقبلة؟ في مشكلة يبدو. تعويض هذه المداخيل هي مشكلة ليس فقط لروم، هم بحاجة لهذا التعويض لميزانيتهم، وكذلك هناك أموال تأتيهم من حقوق التلفزة والبث التلفزيوني. هم بحاجة لبيع مزيد من التذاكر والربح أكثر، لكن ليس هناك مدخول كافي في المنافسات، فالمشكلة واضحة. أنا أعرف أن مورينيو يشكي من ذلك، لكن ملكية روم ليس لديها المال، لأنهم بحاجة لأن يحترموا اتفاقيات التسوية، فإن أنفقوا مالا ليس لديهم أي مداخيل أخرى يعوضوا فيها هذا الإنفاق. جميل. ولكن لو تحدثنا عن خسائر الأندية بشكل كامل فابيو، كانت التقارير تشير إلى أرقام مرعبة في خسائر الأندية الإيطالية. كيف بالإمكان سد الفجوة بينها وبين بقية الأندية خاصة في إسبانيا؟ لا نتحدث عن إنجلترا التي تحصل أنديتها على مبالغ كبيرة. هناك طريق واحد فقط لتحسين الوضع، هو لعب كرة قدم جيدة. كانت إيطاليا من أفضل المنتخبات في الثمانينات والتسعينات، لكن بعد ذلك خسرنا وفقدنا هذا الأداء وهذه القوة. والآن في البريمير ليج لعبوا مباريات جيدة. ميسي ورونالدو كانوا على مدى 10 سنوات. الآن الخسائر دراماتيكية والتراجع هذا 6 مليارات يورو هي الخسائر، والفرق الإيطالية فقدت 1.5 مليون يورو، ولا بد من تحسين الأداء، والأداء بحاجة لمال أكثر، وبالتالي لا بد من العمل على تحسين أداء الفريق كي يتم إحراز هذه النتائج. شكرا جزيلا لك. كنت معنا من ميلانو الصحفي فابيو ليكاري من صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، وأيضا كان معنا من ميلانو الصحفي غازي العمري. شكرا جزيلا لك غازي.